يا مساء الورد، يا مساء الهنا، يا مساء السعادة، يا مساء الجمال على أجمل عيون حبايبي اللي منوريني في قناتي. يا رب تكونوا بأحسن صحة وتم حال. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا شفيعي يا محمد. حط لايك يا قمر. ولو أول مرة تشوفي قناتي، أنا قناة أم رودي. أتمنى إنك تشوفيها وإن شاء الله تعجبك فيديوهاتي وتحطي لي اللايك والاشتراك. دعمكم والله العظيم بيفرق معايا جدا، فبشكر كل حد بيدعمني في القناة، اقول له ربنا يخليك ليا يا رب، وتفضل منورني كده في القناة وافضل اكون عند حسن ظنكم. تعالوا بقى، ده روتين العيد يا بنات. خلاص ده الفينش النهائي زي ما بيقولوا كده، خلاص اخر لمسات. الحمد لله تعبنا بقالنا كام يوم بنتعب، بس الحمد لله في الاخر نتيجة جميلة قوي قوي، ربنا رضانا وخلصنا خلاص. سامحوني بس ان الفيديو نازل لكم متأخر، لان والله العظيم كنت يعني مسحولة زي ما بيقولوا كده. بصوا انا ما صورتش معاكم الفيديو كاملا، كنت بجيب لكم لقطات. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. طبعا فضلا وليس امرا، لو انت مشتركة معايا يا قمر تحطي لي اللايك، مش مشتركة اتمنى انك تشترك. خلاص انتوا اخواتي وبتعشم في ربنا ثم فيكم، فان شاء الله ان شاء الله تكبروا بخاطر ربنا. يا رب يكبر بخاطركم ويرضيكم ويحبب خلق الله فيكم ويسعدكم ويبارك فيكم. تعالوا بقى ايه، فيديو كده متنوع، فيديو شامل كل حاجة، فيديو بصوا البيت المصري الاصيل زي ما بيقولوا. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. هنا طبعا بدأت، كان المطبخ لسه. عدلنا احنا الأوضة اللي جوه والأوضة بتاعت الأولاد الحمد لله كانت خلصانة خلاص. قلت بقى هنا ايه، اما امسك الحيطان بتاعت السيراميك وامسك الفلاتر والحاجات دي والخزان بتاع الفلتر ادعكه ولمعه كده، والبوتاجاز بقى ما اقولكوش على البوتاجاز، يعني يكفيكوا الشر. اكني ايه كنت مدخلاه في الفرن نفسه. فزي ما انتم شايفين كده، انا بصوا كنت بجيب معاكم لقطات عشان مش عايزه اجيب معاكم بالتفصيل عشان ما تزهقوش منه وتملوا مني. فبالله عليكم ارفعوا فيديوهاته، لان اخر فيديو والله العظيم ده وقع مني نهائي، وقع نهائي. وانتوا عارفين الساعات ما بتجيش الا على الفيديوهات العاليه. فربنا يا رب يرضيكم ويكبر بخاطركم. معلش انا اسفه بتقل عليكم، بس انتوا اخواتي وحبايبي فبتعشم في الله ثم فيكم. تعالوا بقى هنا ايه، كان المطبخ بتاعي السيراميك بتاعي اكبر غلطه اللي انا عاملاه ايه، اللي هو الدرجه اللي هي القفيل فتحتها. بصراحة هو وحش في حاجة وحلو في حاجة. وحش في ايه؟ وحش ان انا لو بعمل اي حاجة البخار بيجي عليه بتلاقي الدهون بانت. لكن لو هو غامق شوية او بني، يعني كده كده انا بغسله بس بيبان فيه الدهون بطريقة فظيعة. وحلو في حاجة ان انت ما بتلمعيه كده بيدي نضارة للمطبخ كده، وبيدي بياض وبيدي لمعان، يبقى شكله حلو. طبعا انا خلصت الحيطان اهو، بس خدي بالك يا ست الكل منك ليها يا قمرية انت، عشان في المفاتيح الكهرباء دي لما تيجي تغسلي خدي بالك ما ترشرشيش ميه، لان انا تعرضت الموقف من ساعتها والله العظيم وانا بخاف ايه ان انا ارش ميه. كنت مره بغسل بردك او قعدت ارش كده بالخرطوم فالميه دخلت على المفتاح، بس الحمد لله يعني اتكهربت حاجه بسيطه. من ساعتها قلت لا خلاص بقى ما اقعدش اعمل الحركه دي، لان الحركه دي بصراحه وحشة خالص. يعني يكفيك الشر، يعني الحمد لله ربنا سترها معايا قبل كده. فانا قلت ايه اما اقول لكم على النقطة دي. بالنسبة للمفتاح عايزة تعمليه، هاتي حتة مبلولة وافصلي الكهرباء. يعني لا امل ليكي ان انت تفصلي الكوفريه تنزليه يعني تمنعي الكهرباء عن البيت كله قبل بس ما تخلصي، عشان ما تضمنيش. ربنا يا رب يحفظكم ويبعد اي شر عنكم. طبعا ان البوتاجاز بتاعي وما فيهوش اي حاجه خالص، بس العيون متاكله. اللهم صل على سيدنا محمد. هنا بقى بقيت اعمل، ولا جبت اسمه ايه ده، اللاستر بتاع البوتاجاز دوت ولا اي حاجه. انا بص بايدي كده اهو وانا واقفه بالسكينه بقيت اطير زي ما انت شايفه كده. الست الشاطره تخلص حاجتها في بصوا في ثواني كده اهو من غير ما تقف على اي حاجه. انا لسه هقول بقى روح هاتي لي لاستر ومش عارفه ايه وانقعه، لا الوقت كان بيجري بصراحه عندي، كنت عايزه انجز بسرعه. انا عايزه اقول لكم ان انا مخلصه فرش حوالي الساعه 2 بالليل، يوم الوقفه 2 بالليل. طبعا احنا فطرنا والحمد لله. ربنا يا رب يجعل صيامنا مقبولا وتقبل مننا كل الادعية اللي احنا دعاناها، وربنا يسترها معاكم ويوفقكم ولاد الحلال ويحقق لكم كل امانيكم يا رب. اي دعاء دعيتوه ان شاء الله ربنا يحققه لكم. طبعا احنا دعينا كتير الحمد لله، بس ربنا يتقبل مننا، وان شاء الله ان شاء الله هنكون من المقبولين ومستجاب دعواهم يا رب.
هنا برضك مسكته من هنا من الجنب، والفرن بقى ايه، قلت لا ده عايز يتفك وموال. فانا بصراحه ما اكدبش عليكم ما عملتهوش، لان كده كده اصلا الباب بايظ، فانا كنت عايزه اجيب واحد يصلحه. فجوزي قال لي لا اللي تصلحيه هاتي واحد جديد، بس مش دلوقتي بقى لان ايه الدنيا بايظه مع الكل يعني. فربنا يسهل قدام شويه كده. هعمل حته جمعيه بسيطه كده ان شاء الله، حتى اجيب مقدم للبوتاجاز وايه، وندفع له كل شهر مبلغ. يعني انا بحب اتعامل كده، بحب ازنق نفسي لما بكون نفسي في حاجه ومحتاجاها ضروري، بروح عامله جمعيه بسيطه ب2000 3 كده، اجيب مقدمه الحاجه، وبعد كده ايه كل شهر ندفع لها جزء بقى 500 600 حسب ما ايه هتوفري، وحسب ما ايه ما يكون معاك الايه القسط. هنا بقى دخلنا ايه بعد ما خلصت المطبخ، انا قلت لبنتي بقى ايه كملي انتي، كانت خلصت امتحانات، ادعوا لها بالله عليكم ان هي ربنا يكبر بخاطرها وتنجح السنه دي، لان الترم الاولاني بصراحه كان الامتحانات صعبه قوي 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 والله العظيم، وكانوا البنات مروحين معيطين. ويعني الحمد لله احنا يعني راضيين على كل حاجه ربنا بيجيبها لنا. فربنا يا رب ينجح كل الطلبه يا رب، وينجح ولادنا ولاد المسلمين جميعا يا رب. تعالوا بقى على النش الاثري بتاعي ده اهو، اللي عامل لي عقبه في كل حته. يعني مش كفايه بس ان هو واخد مكان، لا يعني بصوا إيه، انا كده كده ما بستعملوش خالص، بس ايه التراب ده كله انا عايزه اعرف. كده كده انا كنت عاملاه في العيد الصغير، فاللهم صل على سيدنا محمد. مسافه ما عداش عليه شهرين، وبصوا بقى كميه التراب اللي فيه ما اقولكوش. شلت بقى كل الحاجات دي كلها، وقلت اما اديله تنفيذه حلوه كده ولمعه. وبعد كده اغسل الحاجه، اهم حاجه بقى ايه المفارش، اول ما بتلم النيش اغسلي المفارش ونشريها، عقبال ما تغسلي الحاجات بتاعه النيش تكون ايه نشفت معاك. طبعا ده الصيني ودي حاجتي كلها، ما استخدمتش اي حاجه منهم خالص يعني الحمد لله. كل ما اجي اغسل بس بيتكسروا مني والله، ما بستخدم اي حاجه منهم خالص، اللي هو طقم الميلامين خدت منه كام طبق وخلاص كده. لكن طقم الصيني ده اقسم لكم بالله ما شربت مره فيه اي حاجه خالص، رغم ان هو اتكسر نصه، بس هعمل ايه ما بستخدموش والله العظيم. هو اكبر عقبه في حياتي هو النيش ده، ولا عارفه ابيعه ولا عارفه اركنه، فمش عارفه والله العظيم اعمل فيه ايه. وفي نفس الوقت يعني بقول مدي للأوضة منظر، يعني أنا من وجهة نظري اللي هو مدي من الأوضة منظر، بس في نفس الوقت واخد مساحة كبيرة قوي قوي، لأن ده النيش بتاع زمان اللي هو الكبير قوي ده. فربنا يسهل كده ان شاء الله ونشوف له صرفة، او لا اما لو ما شفتلوش صرفة بقى ايه هركنه واحطه فوق اللهم صل على سيدنا محمد، فوق اوضه كده عند الطيور. وهعمل ايه، انا نفسي يعني اجيب سرير عشان خاطر ابني وكده. فاللهم صل على سيدنا محمد. هنا بقى شلت الفرش بتاع النيش. الفرش ده يا بنات يعني لسه جايباه على عيد الصغير كده. هو مش غالي، هو يعني جايباه من ست كويسة أوي وأسعارها حلوة. فأنا كل سنة لو مقدرش إن أنا أجيب فرش للنيش بجيب يعني لقيت الفرش بيستحمل معايا، وبعد ما يتغسل بيبقى زي العسل كده هتشوفوه خلاص. بكنسل على حوار الشراء بتاع المنازل ده. طبعا انت نفسك في اي حاجه تجدديها اعملي بقى، حاولي بقى ان شاء الله العيد اهو هيخلص اهو بقى يا ست الكل، يبقى معاكي عيديه. حوشي بقى، يعني ابدأي من بداية العيد، تحوشتي العيد بقى يعني ايه، احنا لسه العيد ماشي اهو. طبعا حوشي رمضان، هتقولي هنحوش لرمضان، اقول لك او كده كده الايام بتلف بسرعه، ومفيش اسهل من الايام ان هي بتجري والله العظيم. يعني تغمضي عينك وتفتحيها، يعني بصي شهرين 3 كده وتقولي ده رمضان جاي خلاص. فاحنا عايزين نستعد كده ونعمل جمعية لنفسنا، مندخلش فيها اي حد الا احنا بس، واحنا اللي هنقبضها. طب ازاي؟ زي بصي حاجة بسيطة جدا، لو انت هتعيني كل شهر 200 جنيه احسبي بقى في كام شهر من هنا لغاية رمضان، قبل ما يجي رمضان يجي عليكم بالخير والسعادة والهنا يا رب، تكوني عاملة حصالة كده مخصصة فيها كل شهر تروحي راكنه 200 جنيه. اعزنك هتحطيهم في قسط، اعزنك هتجيبي بيهم حاجات ليكي، اعزنك يا ستي وقعوا منك. المهم الحصالة دي تحطي فيها كل شهر 200 200 200، عقبال ما السنة تلف ورمضان يجي. طبعا بيكون ناقصنا حاجات كتيرة قوي، نفسك تجددي المطبخ، نفسك تجيبي حافظة، نفسك تجيبي سجادة، نفسك تجيبي مناديل للأنتريه، نفسك تجيبي طقم للركنة.
بصي الحصاله دي ما شاء الله لو مشيتي عليها، ومش شرط 200 جنيه، يعني ممكن شهر حطيتي 200، ممكن الشهر اللي بعده هتتحمسي تقولي لا 300 لا 400. انت هتعرفي تظبطي ميزانيه بيتك، وانت هتعرفي تمشي نفسك، وهتكوني بصي عندك حماس ان انت تحوشي اكتر. كل مدى ما بتلاقي المبلغ معاكي طبعا انت ما بتجيش يمته نهائي، انت بتخليه دوت للطوارئ. ربنا يا رب ما يجيب لكم اي حاجه وحشه، بس بتخليه الدنيا اتيسرت معاكي وكل حاجه بقت تمام خلاص. ما تجيش بصي ايدك دي ما تجيش شمة الحصاله خالص. اعزنك داخله جمعيه مع اي حد بره وبتديله الجمعيه، عمرك ما ترجعي تقولوا لا هات انا اتزنقت او اي كلام من اللي بالك في ده. فاللهم صل على سيدنا محمد. حاولي بقى ايه تشطري كده وعيني، والجمعيه اللي تلميها هاتي لو انت نفسك في اي حاجه او متكله عليها، او انت حاطه في بالك ان الجمعيه دي هتجيبي بقى اي حاجه، خلاص ماشي. بعد العيد ما يعدي يا ست الكل كده ابدأي بقى. كده كده احنا خدنا خلاص اجازة من الدروس، فلوس الدروس دي حاولي تركنيها شهر على 2 على 3 ان شاء الله. حتى الترم الجديد تستعد تجيب لهم الكتب، تجيب لهم الملابس، تجيب لهم اي حاجة. طبعا بداية الترم الجديد بيبقوا محتاجين برضك مصاريف ولوازم جديدة وادوات مدرسية جديدة وكل حاجة جديدة. فانت بقى ال3 شهور دول شوفي كنت بتدفعي قد ايه للدرس. 1000 1000 ونص 2000، احسبي بقى في ال3 شهور دول هتعملي مبلغ. عقبال ما اللهم صل على سيدنا محمد شهر 9 يجي والمدارس تيجي، ما تبقيش واقفة على أي حاجة، تجيب لهم كل أدواتهم، تجيب لهم الزي بتاع المدرسة، الشنط، الكتب. وبالذات مصاريف الكتب دي بتبقى بصراحة حاجة صعبة أوي أوي. فحاولي بقى تمسكي نفسك اليومين دول. طبعا احنا خارجين اهو، احنا لسه في بداية في العيد، فالحمد لله مالين الفريزر عندنا ومالين التلاجة ومالين كل حاجتنا. عايزين نمسك ايدينا بقى. خلاص هنا بقى كنت خلصت النشا اهو، لمعته زي ما انتوا شايفين. كان جوزي بيقول لي يا بنتي طب هاتي بتاع ده اهو طبق البلاستيك وحطي فيه البريل واقعدي اغسلي وانت قاعده. قلت له لا ما بحبش انا وانا قاعده كده، بحس ان انا في سوق. لكن طول ما انت واقفه على الحوض كده بسرعه 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 تغسلي وتشطفي وتحطي ايه الصف على طول. بصوا بقى ما شاء الله. ما لمعناه ونضفناه وغسلنا المناديل كمان. بصوا حاجه كده زي العسل والله العظيم. ما شاء الله طقم الفطار بتاعي 24 قطعة. مش عارفة هما دول اللي باقيين. حتى جوزي عمال لي يا بنتي فين طقم الفطار؟ قلت له انا عارفة انت سايب كل حاجة وجاي تسألني على طقم الفطار. واللي تحتيه ده طقم الصيني طبعا موديل الايام الفراعنة، بس الحمد لله حاجة سيمبل كده وحاجة رقيقة. وانا عامة اصلا ما بحبش الحاجة اللي هي الايه المبهرجة دي، اللي هي بتبقى عاملة زي اسمها ايه الحاجة الفاقعة قوي. بحب الحاجة السيمبل. طبعا بقى دخلت على الغسالة بعد ما خلصت النيش. بصوا انا بعمل حاجة هنا وارجع اعمل حاجة هنا، بعمل حاجة هنا عشان ما ازهقش، وعشان انا بتخنق بسرعة. انا من الستات اللي بتخنق بسرعة، يعني لو لقيت الحاجة قعدت فيها اكتر من ساعتين 3 بروح ركنها بقى واعمل حاجة تانية تخلص معايا. فمسكت الغسالة زي ما انتوا شايفين كده. الغسالة دي بصراحة هي حلوة ونعمة كبيرة قوي، بس في نفس الوقت بتيجي عليها اوقات بتبقى رخمة والله العظيم. يعني انا عن نفس الغسالة دي دلوقتي حاليا قرفاني، تقعد تعمل لي اصوات مزعجة كده وتقعد تخبط لي ومعرفش، بحس ان هي عليها عليها عفريت متعفرطة. فاللهم صل على سيدنا محمد. هنا خلصت بقى، وبص الفلتر خليته بيلمع وحاجة زي العسل كده. طبعا المطبخ انا كنت عاملاه قبلها بيوم. طلعت كل الحاجة اللي فيه ودعكتها ومسكت المطبخ من نفسه من جوه كده لمعته، لانه كان برضو كان فيه تسخات وكده. فمسكته بقى بالسلكة وبالبريل ونزلت عليه ومسحته ولمعته من فوق ومن تحت ومن كل حتة. وهنا انا كنت رصة حلوة الحمد لله. يعني الضرفة دي ما جيتش يميتها خالص، اللي تحت بس هو اللي ايه مسكته بالسلكة ونزلت عليه خليته قشطة كده فلة قشطة. وطبعا الحيطان بتلمع ما شاء الله. الزينة بتاعت رمضان ده انا صعبانة عليا اللي انا اشيلها والله العظيم، رغم ان احنا ما بنشغلهاش بس صعبانة عليا. طبعا بقى هنا كان الوقفة. قلنا بقى نفطر وايه، وبعد ما نفطر نقوم نشوف اللي ايه اللي ورانا ايه. اللهم صل على سيدنا محمد. عملت فطار عادي كده محشي مشكل وورق عنب وفراخ، فضل ونعمة من عند ربنا. طبعا كان في عصير بس احنا كنا متلهوجين جدا والله العظيم ومش عارفة اعمل ايه. فاللهم صل على سيدنا محمد. فطرنا والحمد لله، ما كانش فاضل بس الا الفرش. قلنا بعد ما نفطر ونصلي كده فرض ربنا نقوم نفرش. تعالوا بقى نشوفوا اول اوضه احنا فرشناها، خليتها كده حاجه زي العسل زيكم. بصوا ما شاء الله. التسريحه حطيناها هنا
وفرشتها خلاص اهو، بغض النظر على الفرشة اللي فوق دي، بس انا قلت استغلها كده نعمل ايه منظر وجو حلو كده في الأوضة. دوت طقم سرير انا والله العظيم جايباه من السنة اللي فاتت، كل عيد اغسله واركنه واحطه، ما بحطوش الا في ايام العيد بس. فانت لو مش في مقدرتك اللي انت تجيبي يا ست الكل عادي، هاتي طقم حلو من عندك كده، او هاتي طقم اللي هو بتاع الدخله ده اهو، اللي احنا ما فرشناهوش الا يوم الدخله وبعد كده رحنا رامينه فوق، هاتيه واستغليه. بس كمان انا الجو حر بصراحه عندي والدنيا بايظه عندي قوي بسبب المحاره والشمس وكده، ما تقطهوش، حطيت الطقم ده اهو، قلت الحمد لله ده هيدي شكل حلو برضك وهيخلي الدنيا تمام عندي. فرشنا الارضيه بقى، حطيت حفظات، اللهم صل على سيدنا محمد، ولمعنا الحمام خليناه زي العسل كده وقشطه، والله العظيم خليته بصوا فله كده زي ما بيقولوا، قشطه 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 كده، بصوا منور ازاي ما شاء الله. دخلنا بقى على الاوضه اللي جوه، عايزه اقول لكم ان الاوضه اللي جوه دي هي اكتر اوضه خدت مني وقت، عشان الستاير، وعشان بصوا البلكونه ظبطنا كل حاجه فيها، وحتى اللهم صل على سيدنا محمد، جايبه انا نفس الطقم اللي جوه بس ده لون ده لون، ودي قصه ودي قصه. وبصوا بقى خلاص بقى كنا هلكنا والله، ما كنتش قادره خالص، وغير ما يعني الحمد لله تعرضنا لموقف، بس الحمد لله عدى على خير الحمد لله. هنا بقى الطقم بص عامل ازاي، حاجه كده عسل ماشي مع الحافظه، ماشي مع الستار، تحس ان الاوضه كده ايه بتنور كده بالزغرط. وخلاص كل سنه وانتم طيبين. ده كان فيديو فرش العيد، اتمنى يا رب يكون عجبكم، بس بالله عليكم ارفعوا لي الفيديوهات باللايكات، ربنا يا رب يخليكم ويبارك فيكم ويجعل ايامكم كلها عيد وسعاده وفرح وهنا يا رب. بس حبايب قلبي، ده روتين بسيط فرش العيد اهو، قلت اما انزله معاكم عشان ايه احنا بادئين من الصفر خالص مع بعض، من اول الايه التنظيفات والترويقات، فقلت لازم يبقى ختامه مسك معاكم. خلاص كده الحمد لله الحمد لله. تاني يوم بقى ان شاء الله، يعني ده يوم الوقفه، اول يوم العيد هصور لكم برضك، بس الفيديو هينزل في الاخر لان انتوا عارفين يعني انا اليوم بيبقى طويل، وفين وفين بقى عبال ما الضيوف تمشي نسجل ونظبط ونعمل ايه الفيديو بتاعنا والمونتاج، فبياخد معانا وقت. فانتظروني ان شاء الله في فيديو اول يوم العيد، ومن هنا لبكره مش بعيد يعني. هسيبكم في رعاية الله وفي حفظ الله، وانتظروني بقى ان شاء الله في الفيديو بقى اول يوم العيد. تعالوا بقى شوفوا الايه الاجواء عندنا بتبقى عامله ازاي. طبعا كنا جايبين فتره اهو شوكولاتات، حاجه كده بسيطه، عملنا تشكيله كده بسيطه عشان خاطر الاولاد بيحبوا اصلا الحاجات دهيت وبيفرحوا باي حاجه بسيطه. فربنا يا رب يفرح اولادكم ويفرحكم ويجعل ايامكم كلها عيد وسعاده وهنا وراحه بال يا رب وتفاؤل، ويجعله عيد سعيد عليكم يا رب، وان شاء الله تحققوا كل اللي نفسكم فيه وكل حاجه بتتمناه. اللهم امين يا رب العالمين. يا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون لمرادكم كده ان شاء الله، وانتظرونا في الفيديو القادم، مع السلامه.